يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. عن مولانا الإمام الكاظم سلام الله عليه يقول: إذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة وبقاع الأرض التي كان يعبد الله عليها. رواه ثقة الإسلام الكليني رحمه الله بسند صحيح. خيم علينا الحزن حقيقة حينما بلغنا خبر وفاة صاحب الكتابات الماتعة والبحوث النافعة، الأستاذ الكبير الباحث القدير الذي استفاد من بحوثه الموالف وحار منها المخالف، المناظر اللبيب الكاتب الأريب المرحوم إبراهيم الناظري المعروف بمرآة التواريخ. استفاد من بحوثه الجماهير سواء الكبير أو الصغير. لربما يقول قائل: أنت تبالغ. أقول: دونك محرك البحث جوجل، إذا كتبت مرآة التواريخ ستجد أن اسمه قد ذكر أكثر من 5 ملايين مرة. الله أكبر، أي مجهود هذا! نتمنى، أنا في هذا المحفل أتمنى من الشباب أو من كل أي شخص إذا أراد أن يتصدى للدفاع عن مدرسة أهل البيت عليهم السلام أن يكون جامع لكل شيء. وتفضل بهذا الشيخ عبد الله دشتي حفظه الله. لابد إذا أي شخص بيدخل في أي حرب فكرية لابد يكون عارف شنو الموجود في الكتب، في كتب المخالفين، يعرف كيف تماما يتصدى يرد الشبهات التي تلقى عليه، كيف يردها بالدليل والبرهان. نحن بحاجة إلى شباب واعي كمرآة التواريخ. كم أفاد غيره والله من كبير وصغير. لا أريد الإطالة أكثر من ذلك، وأنا أتمنى إن شاء الله ثواب مجلسنا هذا إن شاء الله يوصل. والحين ببركة الصلاة على محمد وآل محمد بأعلى أصواتكم إن شاء الله ثواب واصل إلى أخونا مرآة التواريخ. صلوا على محمد وآل محمد.